وصفتنا النهارده سهله وسريعه وحلوه جدا، في الانجاز 5 دقايق هتعملي احلى مولتو مقرمش من بره وهش وطري وجميل من جوه. حطي بقى اللايك الجميل بتاعك واشتركي في القناه اللي لسه ما اشتركتيش، وما تنسيش تشوفي بقيه فيديوهاتنا هتعجبك جدا ان شاء الله. المقادير بتاعتنا سهله وبسيطه جدا، هما 3 حاجات: بنجيب كوبايه زبادي نفضيها، وبنفس معيار كوبايه الزبادي هنعيرها كوبايتين دقيق، رشه ملح، معلقه سكر كبيره، معلقه بيكنج باودر كبيره، وهنقلب الخليط ده مع بعضه. حسيناه بيعجن شويه لسه، ممكن تزودي له معلقتين دقيق كده. هنسيبها تستريح 5 دقايق ولا ربع ساعه، وبعدين نبتدي ان احنا نفردها ونقطعها مثلثات كده زي شرايح البيتزا البسيطه. وممكن تحشيها شوكولاته ويبقى مولتو مسكر حلو، وممكن تحشيها جبنه ويبقى مولتو حادق ويبقى طعمه تحفه وخرافه. بصوا بقى، ما خدتش في، يعني هي مجرد انك بتسيبها تستريح الربع ساعه دي وبتعمليها على طول، وبعد بتشكليها بتخش تقليها في الزيت متوسط الحراره، بتطلع معاكي ما شاء الله اللهم بارك حاجه كده تحفه. المولتو بقيتي تجيبي الكيس فيه 3 4 وحدات ما يشبعش ولا كبير ولا صغير، لكن ده لما تعمليه في البيت للولاد يبقى بسم الله ما شاء الله، يرمي معاكي كميه حلوه ونظافه، وانت اللي عاملاه بايدك في البيت، وهم ممكن يساعدوكي فيه كمان ويفرحوا معاكي. وما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وتحطوا لايك وتجربوا الوصفه الحلوه بتاعتنا.